ما اعرفش ليه حاسه ان الصوت اللي سمعته ده هو صوت حجازية. حجازية من اجمل ضحايا ريا وسكينة. اسمها الحقيقي زنوبة محمد موسى. حجازية ده الاسم اللي اتعرفت بيه. عندها 28 سنة، لونها قمحي، عينيها عسلية، شعرها اسود، متوسطة القامة. الحاجة الوحيدة اللي خدت حجازية للطريق ده هي العشق. برغم ان حجازية كانت متجوزة من 10 سنين ومخلفة 4 أطفال، وجوزها حسن زيدان ما كانش أكبر منها في العمر بكتير، لكن حجازية عشقت الصياد محمود يوسف، صياد السمك. محمود يوسف كان شاب صعيدي، كان معروف بوسامته وقوته، وكان مفتول العضلات، شاب قوي طول بعرض. كان له اسم وصيت بين الصيادين اللي سهل لحجازية إنها تتعرف بمحمود بنت خالتها حفصة حسن الصعيدي، لأنها كانت رفيقة لصديقه علي حسونة. حفصة كانت على طول مع حجازية، لكن من حسن حظ حفصة إنها في اليوم ده ما كانتش مع حجازية، وكانت حجازية لوحدها في حارة كوم بكير. ويوم الجمعة يوم 19 مارس سنة 1920 ريا وسكينة استدرجوها للبيت بنفس الطريقة اللي استدرجوا بيها نزلة، إنها تقابل محمود في البيت عندهم. ومن بعدها بدأت رجل حجازية تاخد على البيت. حجازية كانت قاعدة معاهم، ولما بدأت الزباين تكتر في المحششة تحت، ريا وسكينة قالوا لها تعالي نطلع الدور اللي فوق علشان نبقى قاعدين براحتنا. وحسب الله عبد العال بدأوا يعزموا عليها بكونياك. الكونياك اللي كانوا بيشربوه ما كانش بيقل قوة عن السكولانس. حجازية ما كانتش لابسة دهب كتير، كانت لابسة معدن مطلي بالدهب، ومش معاها دهب غير ختمين وحلق. عبد العال كان معترض على قتل حجازية، كان معترض جدا، لدرجة انه مشي من الأوضة غضبان وساب لهم الأوضة، واللي لحقه وجابه هو عبد الرازق. وحسب الله قال بعد كده في التحقيقات إن سكينة هي اللي كانت مصممة على موت حجازية، كانت غيرانة منها. حتى حسب الله قال لها هي معاها إيه علشان تموتيها، وسكينة كانت مصممة على موت حجازية. وفي الآخر عبد العال قال طالما سكينة مصممة يلا نموتها. حجازية في اليوم ده كانت مصممة تمشي بدري لأنها اتأخرت على أولادها، واللي ساعد في اليوم ده على تنفيذ قتل حجازية إن ضباط شرطة اسم اللبان كانوا بيمروا في الحارة وكانوا بيفتشوا البيوت. فريا قالت لها اوعي تخرجي دلوقتي. حتى في اليوم ده محمود أبو زكاك هرب ومعاه شوية من البنات اللي شغالين في المحششة. طيب قتل حجازية تم ازاي؟ حسب الله كان قاعد وعبد العال هو اللي قال لها بصي يا حجازية، بصي سكينة بتزعل من الهزار ده، يصح يا حجازية سكينة تزعل لما نهزر معاها كده؟ ولما مسكها من هنا ولف ايده حوالين رقبة حجازية. في الأول كان بيضغط بالراحة، فحجازية فاكراه بيهزر. آخر كلمة قالتها حجازية اخصى عليك يا محمد، وبدأت تشيل ايده من على رقبتها. حجازية الوحيدة اللي كانت طريقة موتها مختلفة عن بقية الضحايا، ما ماتتش بالمنديل المبلول. عبد العال فضل يضغط بإيده على رقبتها وهي بتحاول تدافع عن نفسها، ولما فلتت من ايده راسها اتخبطت في الحيطة وفي دم نزل من راسها. عبد العال زعق في حسب الله وقال له ساعدني يا بارد. قام حسب الله وكتف ايديها، وحجازية ما قدرتش تقاوم اكتر من كده وماتت. وشالها عبد العال وحسب الله ودفنوها تحت الصندرة ورجعوا كل حاجة زي ما كانت. عبد العال أخد وقت كتير في اليوم ده ينظف الدم اللي على الحيطة واللي نزل على الأرض من حجازية. محمود أبو زكاك كان معجب بحجازية جدا، ولما جه تاني يوم ما كانش يعرف إن حجازية بقت جثة تحت البلاط، وما لاحظش أي تغيير في الأوضة برغم إن كان تحت الصندرة متحرك شوية. لكن هما كانوا رجعوا كل حاجة على الأرض زي ما كانت، المشايات والدفايات المفروشة وبرطمانات العسل والجوزة وعلب الدخان وأي حاجة بيحتاجوها للسهرات بتاعة المحششة. عبد العال قال بعد كده إن صيغة حجازية اتباعت ب3 جنيه، وقتل حجازية كان من أغبى الخطوات اللي خدتها العصابة، لأن حجازية من الضحايا اللي ليها أهل يسألوا عليها. حجازية ما كانتش مقطوعة من شجرة، ليها زوج وليها اخوات وليها ولاد، وطبعا بلغوا الشرطة عن غيابها. حفصة بنت خالتها كانت شاكة أو يمكن متأكدة إن في راجل ورا اختفاء حجازية، لكن حفصة أنكرت إنها تعرف أي حاجة، لأنها لو قالت أي حاجة هتتفضح وتفضح بنت خالتها. وفي نفس الوقت حفصة كانت حاسة بذنب كبير، لأن المعلومات اللي هي مخبياها بتضلل الحكومة، وإنها ممكن تساعد في كشف اختفاء حجازية. فحاولت تلفت نظر محمود أخو حجازية. كانت تعرف 2 ستات وهما ريا وسكينة، واللي اهتم بكلام حفصة هو أخو حجازية الصغير محمد موسى. أخد 2 من صحابه وراحوا الراية علشان يسألها عن حجازية أخته،
رايا خلاص كانت اكتسبت البديهة الحاضرة والتماسك إنها تتكلم مع أي حد وما يبانش عليها أي حاجة. لما جه محمد موسى يسأل رايا، رايا كانت متعمدة تقول له إن أخته كانت بتيجي هنا مع محمود السماك علشان يتوقع إنها هربت معاه والموضوع يخلص على كده. لكن توقعات رايا خابت المرة دي، لأن يوم 9 مايو سنة 1920 محمود موسى راح بلغ عن اختفاء أخته وقال إنها مختفية من 7 أسابيع، واتهم بطريقة صريحة رايا إن دي الحرمة اللي أغرتها إنها تروح معاها لبيوت البغاء. زوج حجازية وأمها كانوا بينكروا الكلام ده بشدة، كانوا عايزين ينفوا أي كلام إن حجازية كانت ماشية ماشي بطال أو إن ليها علاقة برايا وسكينة. لكن أخوها محمود كان مصمم إن رايا ورا سر اختفاء حجازية، وبرغم إن البلاغ اتحفظ لأنهم ما أثبتوش حاجة، لكن إخواتها ما سكتوش، لأن كمان أخوها الصغير محمد موسى فضل يدور ويلف ويدور لحد ما وصل لعلي حسونة اللي هو صاحب محمود السماك، اللي شاهد بأنه شافها مع محمود وإنه كان بيضربها بزعزعة القصب. ويوم 21 يونيو سنة 1920 إخواتها عملوا بلاغ تاني واتهموا برضه بصراحة رايا وسكينة. مش بس كده، ده جابوا في التحقيق وفي الاتهام اسم محمود موسى اللي هو محمود السماك وكمان صاحبه علي حسونة. وبرغم إن التحقيق فضل شغال كتير وبيتأجل من وقت للتاني ومن أسبوع للتاني لحد ما وصلوا اليوم 10 أغسطس سنة 1920، لكن رايا كانت متفقة مع محمود السماك إنهم يصروا على أقوالهم وإن حجازية هربت مع راجل تاني. وللأسف يوم 18 أغسطس اتقفل المحضر، وآخر كلمة قالها المحقق مع سكينة قبل ما يقفل المحضر: ولو رجعت زنوبة وتأكدنا إنها كانت بتتردد على بيتك يا سكينة هيكون ردك إيه؟ ردت سكينة بلهجة واثقة جدا: ابقى أقطع رقبتي بالسكينة. وده طبعا لأنها متأكدة إن حجازية لا يمكن تظهر.